بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلصنا تصميم ورسم الأبجاد وقطعنا السكينة وبدأنا نجمع الفانوس بتاعنا. بدأنا نجرب مقاس المكنة لقيناها هنا صغيرة. الفتحة بدنا نجيب إن احنا نجيب مبرد أو حدة صفيحة ونوسع الفتحة بتاعتنا شوية. الغلطة طبعا المفروض مكناش نقع فيها، بس الحمد لله لازم نغلط عشان نتعلم. كنا المفروض إن احنا عملنا سماحية في الفتحة وخليناها واسعة شوية. تمام، ظبطناها خلاص واشتغلت معانا. بدأنا ان احنا نلون ونحط النفط، وبدأنا نلون الأوجه وجه وجه. خلصنا ال8 أوجه بتاعتنا اللي هي بتاع أهم حاجة. نعرض على السريع هنا اللي عندنا القاعدة بنلونها. بعد كده القطع الكرانيش عملناها كده خلطبيطة، جمعنا كل الحاجات دي، لونا كل الأجزاء الحمد لله. هنبدأ ان احنا نخش على مرحلة التجميع، المرحلة الشيقة اللي مستنيناها. احلى مرحلة بقى التعب. ركبنا القاعدة هنا وبدأنا نركب الاوجه وجه وجه. بس لازم طبعا مش هنقفل على كده، لازم نصب الريزين الاول عشان الفتحات ديت مش هنعرف نصبها بعد كده. بس بعرض عرض على السريع كده ايه فكرة مبدئية عن التركيب يعني، وحابب اشوف المنتج. انا مستعجل شوية، انا مستعجل زيكم، فجيت ركبت بس ايه شوية كده الاوجه، وهركب برضو الوش من فوق، الغطا من فوق بس كده ايه، يعني نشوف ملامح للفانوس تبدأ تظهر معانا. لكن المفروض احنا نبدأ نشتغل في البوليستر الحلقة ديت بإذن الله. بعد ما لونا هنبدأ ان شاء الله نشد بقى باللزق على على الأوجه، بحيث لما نصب البوليستر يبقى هي كأنه قالب الوجه، كل وجه كأنه قالب للايه للبوليستر اللي هيتصب، مش هنعمل قالب لوحده. هنا شدينا اللزقة على الأوجه كلها الحمد لله تمام. بدأنا ايه هنبدأ نصب البوليستر بقى بتاعنا ونكمل زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا في حلقات الهرم. حبيت برضو احط شوية الوان، حطيت الاخضر والاصفر معايا. بس ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي او الحلقة الجاية هنبدأ نقفل بقى ونشوف الشكل النهائي للفانوس معانا. تابعونا وشوفوا الحلقات اللي فاتت، حلقات الهرم، وان شاء الله في حلقات كتير جاية وافكار جديد في علم سعلك. مع السلامة.